السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في أبرز أخبار المغرب اليوم. خبر اليوم خبر صادم وردنا قبل لحظات، لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل، خبر اليوم هو خبر صادم، تعليق تام لجميع أنشطة الصيد بعد اجتماع عقدته جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي التقليدي بميناء الحسيمة صباح يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022. قررت تعليق جميع أنشطتها البحرية بالميناء المذكور في إضراب عام احتجاجا على ارتفاع ثمن الوقود. وحسب مصدر محلي فإن البحارة وأصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي سيخوضون إضرابا مع تعليق تام لجميع أنشطة الصيد ابتداء من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى 18 من نوفمبر. وأفاد نفس المصدر أن تشكل الاحتجاجات سيكون سببه الرئيسي ارتفاع ثمن وقود المراكب الذي وصل إلى 13,300 درهم للطن، بعد أن كان لا يتجاوز سقف 6,000 درهم للطن الواحد. شكرا لكم متتبعين الكرام، وإلى خبر آخر. ما تنسوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.